عايز تنجح؟ مش مجرد تحس انك ماشي، لا تنجح بجد. طب لو قلت لك ان في طريق مضمون 100%، اكيد اول حاجه هتقولها ده جاي بيها الوهم. لا، انا جاي اقول لك الحقيقه الوحيده المضمونه، كلام ربنا. مش بس هتنجح في الدنيا، ده كمان في النهايه جنه. ايوه، صفقه كامله. تعال بص بنفسك، دي البضاعه بتاعتنا، عجبتك كمل، ما عجبتكش امشي، ولا حد هيجري وراك. بس قبل ما تمشي خليني اسالك سؤال. احنا امتى بقينا بنتسول الفكر اللف على الشرق والغرب، نقرا هنا ونجرب هناك، وفي الاخر ولا حاجه بتتغير؟ والقران كتاب فيه منهج كامل، القصه والتطبيق والنتيجه. ايوه، القصه والتطبيق والنتيجه المضمونه، لانه كلام الله واحنا سايبينه. قول لي بقى، تقدر تضمن ان كتاب تقراه هيخليك تنجح؟ تقدر تضمن ان اللي كاتبه عاش اللي بيقوله؟ الاجابه ببساطه لا. لكن هنا الوضع مختلف. تعال نثبت ده عملي بقصة حقيقية. يوسف عليه السلام، طفل صغير اخواته يغاروا منه ويرموه في البير. ظلام وخوف وحدة، وبعدها يدعى عبد، وبعدها فتنة شديدة، وبعدها سجن. استنى، ده مش شخص عادي، ده نبي، ابن نبي، حفيد نبي، يعني من أقرب الناس لربنا. ومع ذلك كل ده يحصل له ليه؟ عشان يتكسر ولا عشان يتبني؟ الحقيقة كل لحظة ألم كانت بتشكله، كل محنة كانت بتجهزه. انت بتخاف لما النور يتقطع دقيقة؟ طب طفل في بير لوحده. انت بتتضايق من كلمة؟ طب واحد بيتباع عبد. اسأل نفسك، انت مستعد تتعلم من ده ولا تهرب؟ هنا النقطة اللي بتفرق. لما تبدأ تشوف الصعاب على انها تدريب مش عقاب، هتجري عليها مش منها. هتغوص فيها عشان تطلع أقوى، وساعتها هتفهم ليه الأنبياء مروا بده كله. مش عشان يعانوا، لكن عشان يوصلوا. ولو مشيت على نفس الطريق هتوصل. الأنبياء منهج عملي على الأرض، تشوفه بعينيك وتطبق وتعمل زيه. فاكر الجايزة؟ نجاح في الدنيا وجنة في الآخرة. وده مش كلام تحفيزي، ده وعد إلهي. فالسؤال دلوقتي، هتكمل ولا هتلف تاني تدور على وهم؟ لو وصلت لحد هنا اكتب كومنت وقول مكمل، علشان نكمل الرحلة سوا ونستخرج كنوز حقيقية من القرآن. سلام.